هاي حلوين، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. فيديو النهارده بناء على طلباتكم وهو الوان شعر البشره المحايده. فلو انتي بشرتك محايده فانتي حرفيا من اكتر الناس المحظوظه في اختيار الوان الشعر، لان تقريبا كل الالوان ممكن تليق عليكي. بس الحقيقه مش كل لون هيخليكي تبني بنفس الجمال، الفرق كله بيكون في درجه اللون، وده اللي هنعرفه دلوقتي. البشرة المحايدة هي البشرة اللي مش باين فيها اندرتون واضح، لا دافي ولا بارد، لكن ممكن تميل شوية للدفء أو للبرودة، وعلى حسب ده ممكن يخلي فيه اختلاف شوية في درجات الألوان اللي بتكون مناسبة ليكي أكتر. وكنت عاملة قبل كده فيديو عن البشرة المحايدة في كورس الألوان، وقلنا كل حاجة عنها بالتفصيل، فنصيحة لو أول مرة تشوفيني روحي وشوفيه، هيفيدك جدا. اكتر حاجة بتميز البشرة المحايدة هي انها بتتحمل الدرجات المتوازنة، يعني ما بتكونش دافية زيادة ولا باردة زيادة، وده بيخلي عندك اختيارات واسعة جدا في درجات الالوان. ولو انتي بتحبي اللوك يكون طبيعي وشيك، فالبني هو ملك الالوان. فزي درجات مثلا البني الجوزي، الشوكولات، الاسبريسو، البني الرمادي، والبني الذهبي، والموكا. كل الدرجات دي بتكون شغالة وحلوة جدا لانها في النص، وبتديكي لوك طبيعي وجميل قوي. وبالنسبة للناس اللي بتحب الأشقر، فهو كمان بيكون من أكتر الألوان اللي بتبان حلوة قوي على البشرة المحايدة. زي عندنا درجات الأشقر الطبيعي اللي بيكون سوفت لوك شوية، والبيج بلوند، والأشقر الرمادي، والأشقر الذهبي، والبلاتيني، والعسلي. وكل الألوان دي كل ما كانت متوازنة كل ما كانت أحلى. كمان عندنا درجات الأحمر والنحاسي، الدرجات دي بتديكي جلو رهيب لو كنتي بتحبي تباني مختلفة شوية. زي عندنا أول لون النحاسي، الأوبرن، الأحمر الكريز، الروزي براون، الكراميل. ولو بتحبي الألوان الغامقة أو الجريئة فممكن تختاري من اللون الأسود الطبيعي، أو الأسود اللي يكون ناعم، أو درجات البني الغامق. تقريبا الثلاث درجات دول بيكونوا قريبين من بعض. كمان عندنا البلاتيني البارد، او الروز جولد، والموف تونز، ودي طبعا مش ناس كتيرة بتروح تستعملها يعني، بس موجودة. ولكن بالرغم من انك تقدري تستعملي معظم الالوان، في شوية درجات ممكن تبوظ التوازن ده وتطلع مش حلوة خالص. زي مثلا لو عايز تعملي اشقر فتروحي للون اشقر صريح قوي اللي هو بيبقى جاي على اصفر فاقع، او يروح لون معاكي تفتحي درجات البني مثلا لدرجة انها توصل للاورنج، او تستعملي اللون الاورنج نفسه صريح، ده لا ما بيكونش حلو خالص. او ان الاحمر كمان تستعمليه برضو اللي هو الناري، ما يكونش فيه اي توازن. او تستعملي الاسود اللي بيكون حاد جدا. وكمان انك تروحي لاي لون يكون دافي زيادة او بارد زيادة، الالوان دي هتخلي بشرتك تبان كأنها باهتة او تعبانة. فالافضل نحافظ دايما على التوازن، حتى لو كان في ميل خفيف. برضو ما بنروحش للالوان اللي بتكون دافية قوي او باردة قوي. ولو لاحظتي ان بشرتك فيها لمسة دافية خفيفة، يبقى الالوان الدافية هتطلع عليكي اجمل. فمن الدرجات اللي قلناها في الاول ممكن نستعمل الكراميل، العسلي، الاشقر الذهبي، النحاسي، الاوبرن، البني الذهبي، الشوكولاتة، الروز جولد. كل الالوان دي هتزود اشراقتك الطبيعية. ويفضل تبعدي عن الرمادي البارد جدا، او الاشقر الفضي، او البلاتيني التلجي. ولو حسيتي ان بشرتك فيها لمسة باردة، يبقى الالوان اللي هتكون مايلة للبرودة هتكون احلى عليكي، زي الاشقر الرمادي، البيج البارد، البلاتيني، البني الرمادي، والموفي، والبرجندي، والاسود الناعم، ودرجات الفضي. ويفضل تبعدي عن الذهبي القوي، والاورنج، والنحاسي الفاقع، لانها ممكن تبان زيادة عن اللزوم شوية. بس يا ستي، وكده تقريبا عرفنا كل الوان الشعر اللي بتكون كويسة على البشرة المحايدة، وتديكي حرية كبيرة جدا في الاختيار. بس هو السر الحقيقي بيكون في انك تختاري الدرجة اللي ماشية مع ميل بشرتك. قولولي في كومنتات انهي لون نفسك تجربيه، ولو عايزة اساعدك في اختيار اللون المثالي ليكي اكتبيلي. وما تنسوش اللايك والشير، ولو لسه ما اشتركتيش اشتركي بسرعة علشان يوصلك كل جديد. وباي باي مبدعين، واشوفكم على خير ان شاء الله، ونكمل حكايتنا في الفيديو الجاي.